عند محلي مفضل اجيب كيكه لماما عشان نعمل لها سربرايز قبل ما تسافر بعد ميلادها. اوكي ماما دول كيك الايس كريم. هن في دي ايس كريم هيك دول. بس دول كلهم فيهم فريز. وبعدين شو في بقى الطوب دي سنيكرز وفي مارس. سنيكرز حلوة شكلها كيوت. هاي بتدوب هيدي ايس كريم يعني منا ايس كريم خلاص سنيكرز حلوة. ايه رأيك؟ يعني شي ايس كريم. عايز حاجة ايس كريم؟ ما كل الايس كريم هنا في الثلاجة التانية دول. نجيب ايس كريم يا جماعة يعني. سو جبت الايس كريم اللي وريتها لكم لمامي. العلبة الصراحة بتاعت الايس كريم كيك حلوة قوي. وقالوا بقى ان هي بتفضل ماسكة نفسها لمدة ساعتين بعيدا عن التلاجة، فان شاء الله تعجب امال. وراجعين دلوقتي البيت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Amal. Happy birthday to you. يلا اتمنى امنية وانفخيها. وانفخ ال 16 سنة. يلا يا امال تمني امنية يا امال. سنة طيبة يا امال. يخلينا اياك. امال تمت 16 سنة. امال تمت 16 سنة. الحمد لله. لانه صف فوق احسن ما نقعد في الباركينج، لان الباركينج بيبقى زحمه قوي ونفضل طالعين نازلين، ففوق احسن. صف هون. فيك شو صف هون. بروح بجيب عربية وبجي. لو هنا ليك مكان كويس حلو قوي والله هون ما حدا بيقول لي شيء. صدق عليك هلا في حي الطيارة. وصلنا على مطار بيروت. نعم جد ما بيحبش يتسافر. حاطين في مطار بيروت اوبشن انه انا ممكن اعمل تشيك ان، يعني سيرفيس. بدخل انا من هنا الباسبور، بعمل اسكان للباسبور وبيطلع لي كل التاكت بتاعت التشيك ان، واروح على طول اختم. لو انا معيش شنط احطها في الطياره الكبيره، معايا بس اللي اطلع بيها فوق. فحلو عاملينها في مطار بيروت. فانشلي ويل ميس يو. باي باي. فانشلي باي باي بامبونا ويل ميس يو. منوره لبنان كلها، خلي بالك من نفسك. باي يا مولي. وجبة الدجاج اللي بتكون سبايسي في بتكون 6 قطع اي ثينك. 4 قطع، في 3 4 3 و4 6. طيب بس هناخد الوجبة بتاعت ال8 قطع دول. بيجي معاهم لتر بيبسي وبطاطا. خبز بتزيد. بصوا الحلوة في كي اف سي ان لما بنحاسب بالدولار رجع لنا الباقي دولار. لما رحت ماكدونالدز بالمول قلت له معكش دولار، قال لي لا معايا، بس ما بيرجعش دولار وبيرجعه اقل من الريت. يعني مثلا الريت كان ساعتها 92,000 هو رجعه لي على 90,000. ماشي الفرق ما كانش حاجه كبيره يعني، بس انه ليه يعني ما انت معاك دولار ومديك دولار. لا هنا الصراحه محترمين قوي.
تديله دولار يرجع لك دولار. فحبيتها الصراحه، لانه في ماكدونالدز اتضايقت منهم جدا، قلت مش هروح تاني، اصلا اكله ما كانش حلو. مستنيه بقى اشوف بقى اكل KFC عشان احنا بقالنا اكتر من سنه ما بنجيش، عشان اخر مره الاكل ما كانش احلى حاجه يعني، الاول كان حلو بعد كده بقى وحش. فانا متحمسه اشوف الفراخ النهارده هتبقى عامله ازاي. الوجبه بتكون 8 قطع تشيكن كده زي ما انتم شايفين، ده كريسبي، وجايبين معاه عيش والبطاطس والكولسلو، اوكي، كبيره كده زي ما انتم شايفين. وبيبقوا جايبين توم عشان انتوا عارفين اللبنانيين بيحبوا التوم قوي، وبيبقوا جايبين معاها لتر بيبسي. هو الوجبه الصراحه غاليه شويه يعني ب$30، يعني ما يعادل 900 جنيه 900 جنيه بس على 8 قطع فراخ. هي قبل كانت 9 قطع فراخ، والبطاطس كانت اكبر من كده شويه، بس الكولسلو الصراحه كانت صغيره، هم كده كبروها، فهي غاليه شويه، بس هو شكل التشيكن شهي يعني حلو. فهنتغدى بقى دلوقتي. جدس نزل يجيب لنا توم زياده وخبز، وبس كده هخلص اي ثينك ونرجع بقى على البيت.